السلام عليكم. غادي نشرح لكم علاش ضجنت قناة محبوبة تيفي، وبالضبط فاش تحطت الحلقة ديال تيتيش، فاش وجدات الكسكروط وشافوا فاطمة الزهراء اولا الزهرة واقفة معاها وكتخدم معاها وكتشقى معاها وكل شي بقى فيه الحال. قالوا علاش كتعاون فيها، وحفصة كاع ما عاونوها، بقات ناضوتا بغاو يعمروا اتي عدا ناضو، حتى شي حد ما عاونها ووقف معاها. حفصة واقفة، فاطمة الزهراء واقفة، رشيدة واقفة كدير في الحشوات، يعني كل شيء واقف، ولكن أكثر وحدة واقفة وفرحانة بزاف هي الزهرة. كيقولوا علاش الزهرة باغا شويتيش تمشي معها لتركيا، علاش ما باغاش حفصة تمشي معها، علاش ما باغاش رشيدة تمشي معها. وانا غدا نقول لكم علاش، وبطبيعة الحال نخليكم الجواب واللي ضروري غادي نخرجوا من هذا الفيديو ان شاء الله وانتم عارفينه. وكذلك غدا نشرح لكم علاش هدى البنت اللي كانت خدامه معاهم تما، علاش ما جاتش الاحتفال، وفين كاينه وفين هاد الغبور، وعلاش ما كيهضروش عليها نهائيا. واش بصح سافرات، واش بصح تزوجات برا، واش بصح تزوجات بعبد الرحيم؟ هادشي كامل غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله في القناه. بطبيعه الحال نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو تيتيش بعدا هي الاولى. بعد ما حطات الحلقه ديالها اليوم تحطات، واخا ما كملوش لينا كيفاش تقدمت في الاخر حيتاش ما قدهمش الوقت وتعطلوا، ماشي مشكل. مع هي عندها الكسكروط وديك الوقيته ياسين خاصو يكمل يلوح الفيديو، في نفس الوقت خاصو يمشي يجيب ولده من المدرسه، كيخرج مع 5:30. غادي يكملوا لنا الفيديو. المهم غير بغيت نخرج نقول لكم باللي شوفوا شفتيو في الزهره فاش قالت غندي مع اي وحده من العريسات، ما قالش شكون هو اللي غديه معاها من خوتها. ما قالتش علاش، حيت لا قالت علاش تما غيتفرش كل شيء. كون قالت راه غادي يمشي معايا ياسين، اذا تيتيش، حيت ياسين يساوي تيتيش، وياسين هو اللي ما غاديش معاها مثلا الحسن، حيت الحسن شاد القناة ديال المحبوبة، وياسين شاد مع قناة ديال الزهرة. بطبيعة الحال قناة ديال الزهرة تيفي راه شادها تيتيش والزهرة، وشاده ياسين، وياسين بالاخص هو اللي كيعطي الافكار، هو اللي كيصور، هو اللي كيعطي بزاف ديال الحوايج. بالتالي فاش غادي معها الحسن اشنو غادي يدير ليها؟ وواحد القضيه شفتو، هما باغيين تيتيش هي اللي تجي. علاش؟ حيتاش ما باغينش يديروا بحال المسابقه الاولى. ما قلتش انا ماشي ما باغينش، ولكن ما باغينش يوصل لك الدرجه، حيت اللي داروا المسابقه الاولى في الاول كانت غير العريسات، مسابقه ديال التمليج اللي كنهضر عليها ديال الذهب او عصير الصابون. حيت في الاول كانوا غير العريسات، وفي الاخر شويه جات ام حليمه الطباخه، شويه با محمد، شويه عماتهم، شويه هذه. راه لا بغاو يديروا هذه وجبدوها، غيجبدوها، غيديروا هذه المسابقه بلا تدخل مع ام حليمه، شويه با محمد غيقول لهم انا بغيت نمشي لتركيا، انا دخلوني معاكم ندير معاكم شي حاجه، ولا يدخلوا غير الامهات، تدخل ام حليمه دير لهم شي حاجه اكله شعبيه ويجوا فهمتوا عاوتاني ويرونوها ويطولوها وسميتو. ولكن ما غاديش يديروا هذا الشيء بطبيعه الحال. كنظن الا بقات حفصه، علاش هما كيطلبوا المتابعين كيقول لهم ديروا لنا لايك وداك الشيء، وباش تيتيش تحصل على اعلى نقاط. بطبيعه الحال النقاط هما اللي لايك والتعاليق، يعني ملي غيجمعوهم يحصلوا على اعلى نقطه. بطبيعه الحال الا جات تيتيش هي اعلى نقطه راه غتمشي 100%، غادا تمشي. ولكن الا جات في حفصه، هنا فين غادي يبقى المشكل. هنا اشنو غادا دير حفصه؟ حفصه كيف ما عرفتوها كتحشم وكتسامح في حقها، وطيبه وظريفه وحنينه وكتحن في كل شيء. اشنو غادا دير؟ غادا تقول ليهم اودي انا رجعت فيا، وانا باغا نمشي نصيب سناني، وباغا نمشي لتركيا على واحد الغرض وهذا. ولكن بقات فيا تيتيش بزاف، وتيتيش مسكينه ما سافرتش في الصيف هي وياسين، تيتيش كان مريض ليها باها، وحنا مازال سافرنا وخرجنا، وانا هاد الرحله كنهديها لتيتيش. بطبيعه الحال، حيت علاش؟ حيت تيتيش غتمشي لتركيا، تيتيش تصور مع فاطمة الزهراء، تيتيش غيمشي معاها ياسين، ياسين كيعطي الافكار لفاطمة الزهراء، وبطبيعة الحال غيولوا لينا تمايا مسلسلات التركية، ما يبقاوش المسلسلات المغربية في القناة. يعني غيولوا يصوروا لينا يمشيو يوريونا رواء ياسين، رواء دباه قال لي با الا مشيت لتركيا غنمشي نصور لك واحد فيلم تما، ما عرفتش سامحيني ولا ما عرفتش فيلم صح اللي قال لي غنمشي حتى لديك البلاصة وغادي نصورها لك.
يعني راكم عارفين غيمشيو تما يقلبوا على الدار ديال سامحيني، ويقلبوا على ياسين غيبغي يدير هاد الشي، الحسن لا، الحسن ما غاديش يبغي يدير هاد الشي. وبالتالي حتى حفصة مولفة أنها تمشي مع الحسن، والحسن ما غاديش يبغي يمشي ليها تركيا. الحسن راه حدو آزرو وسدي أدي، ولا مشى كيمشي لإفران والشمال وصافي. يعني ما غاديش يبغي يمشي لتركيا ويخرج ويخسر الفلوس ويخرج. ثم راكم عارفين هو الشكل ديالو والكاركتر ديالو شوية مختلف. وهذا الشيء اللي كاين، يعني الا شفتو فاطمه الزهراء واقفه، حينتاش باغا تيتيش تجيب اعلى مرتبه، حيت صافي راهم مبقى عارفين اشكون اللي غادي، فهمتوا؟ ما بغاوش يطيحوا في داك الموقف ديال. ولكن حتى الا طاحوا فيه راه قلت لكم الحل شنو هو ان حفصه غتقول لهم انا لا فكرت وخممت وانا والحسن، وفكرت هاد الرحلة هادي أنا نهديها من قلبي الخالص للأخت ديالي والعزة ديالي ومرتوتي العزيزة تيتيش. وكيف ما نفتو هما عزيزين على بعضياتهم، كيبغوا بعضياتهم، وبزاف ديال الحوايج في العلاقة زوينة بحال الخوت، الله يخليهم لبعضياتهم وهادشي اللي كاين. نمشيو للموضوع ديال هدى. وهدى كيف ما شفتوها غبرات وما قالوش لينا علاش وما قالوش لينا فين وما قالوش لينا، ما دبوش عليها كاع بحال ما عمرها كانت شي وحده سميتها هدى. ولكن جبدوها في الحفله ديال عيد ميلاد، قالوا راه ودي حنا كنا باغيين نعرضو عرضنا عليها، ولكن ام ديالها مريضه. بطبيعه الحال نتوما عارفين المنتقدين اللي كون جات غيقولوا خلات امها وجات، كون ملي ما جاش قالوا علاش ما جاتش، فهمتوا؟ يعني كان الناس كيهضروا. وكاين اللي كيقولوا تزوجات. بالنسبة لهي راها في الانستغرام ديالها كانت لاحت واحد الموسيقى، واحد ستوري بحال هكا فيها برا ديال برا، وفيها موسيقى وكتهضر على الغربة. وناضوا بزاف هضروا قالوا تزوجات في الغربة غدي وراقيها غادي كدير في وراقيها وهذا. شوفوا هي الا تزوجات نهار غتزوج وغتقاد وتكمل داكشي ديالها غادي تخرج وتقولوا، ضروري ما غادي تخرج وتقولوا. دابا حاليا ما قالت حتى شي حاجة، اذا بقى ما كاينه حتى شي حاجة. وبالنسبة للناس اللي كيقولوا راه مزوجة بعبد الرحيم، عبد الرحيم الأخ ديال ياسين والحسن وحسن. شوفوا البنات، هو هذاك الشخص ما كيهدرش على الحياة ديالو لأنه هو مديرش قناة وما باغيش يدخل حياته الشخصية في هادشي تاع السوشيال ميديا. ولكن هو راه مزوج بنصرانية مسلمات وعنده جوج وليدات الله يخليهم ليه، وبعيد كل البعد على التصوير. هو راه فاش كيجي راه كيبان، ولكن ما كيجيبش معاه مراته ووليداته. وفاش كيجيبهم كان كيجيبهم شحال هادي عادي، ما كيهضرش عليهم، ما كيهضرش على حياته الشخصيه وداك الشيء. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ هادشي اللي كاين. ولكن هما في البدايه ديال الفيديو ديالهم ديال القنوات ديالهم فاش يلاه بدات القناه قالوا بلي راه مزوج بنصرانيه وهادشي، يعني قايلينه هما، فهمتوا؟ ايوا صافي البنات، يعني هو الشخص هذاك الشخص راه مزوج، وهي اللي كانت غتزوج الله يسهل عليها والله يوفقها. هادشي اللي نقدروا نقولوا. وتهلاو في رزقكم ومع السلامه، والله يرحم لكم الوالدين اللي كنتو اجداد. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لي ابوني القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. دائما كنجيب لكم الجديد وكنجيب لكم التحليل على قناه محبوبه تيفي. ومع السلامه.